النبي محمد صلى الله عليه وسلم الثاني صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. كل القلوب للحبيب تميل ومعي على ذلك شاهد ودليل. اما الدليل اذا ذكرت محمدا صار القلوب العاشقين تسليما. الاخوه اللي قاعدين كل واحد يقعد في مكانه ويجي من بره يقعد في مكانه. يعني قاعدين في منطقه عينه وفي معزه تعالى اتفضل هنا. كل اللي جاب القطر يقعد كله مكان ما حطيت اقعد زي الجلد كده مكان ما تقعد. يا رب يكون شيخ الازهر جه ويقعد في الاخر يقعد في الاخر. هو جاي متاخر ليه؟ لو حدش يقول. طبعا الاول كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. كل سنه ومصر كلها بخير وطيبه. بمناسبه برضه اعياد ثوره 30 يونيو. ودايما يا رب نسمع من الجميع كل خير. الحقيقه النهارده يوم من الايام اللي هي المديريه بتعتز بيه وتفخر بيه بخروج اختنا الكبيره المحترمه لسن الشباب وليس سن المعاش استاذه نعيمه. ودائما وابدا السنه دي ان شاء الله باذن الله تعالى زي ما اتفقنا سابقا نسنها مع اي زميل او زميله في اي موقع في المديريه يطلع معاش لابد زمايله يقعدوا وياه ويقولوا شكرا جزيلا لحضرتك او شكرا جزيلا لحضرتك اديت ما عليكي. والعبد الكامل سيدنا النبي فقط لله وحده ثم العبد الكامل سيدنا النبي بس. ويبقى الجميع عنده نقصان وانا اول الناس اللي عندها نقصان. نشكر اختنا برضه الفاضله مجهود كبير. الناس اللي بتطلع معايا دي ما تتعوضش تاني مدى الحياه خلاص بقى. شكرا. بس بقول للكبار اللي موجودين انا اسف في الكلمه واللي يزعل مني يزعل. اللي مش عامل صف تاني وتالت يبقى انسان فاشل. لا كده تقول كده انا بقول انا عارف انا بقول ايه. لازم انا كهنا ابقى عامل صف ليا تاني وتاني. ليه؟ انا مت الصبح يمشي المركب زي ما ماشي. انا ارتحت معاش المركب تفضل مستمره. طب انا عملت ايه؟ انا بخدم زمايلي وبعلم ده وبعلم دي. ده مش قابلين انتوا تتعلموا بس ايه المر دلوقتي عشان بعد كده هشرب الحلم مستقبلا. فيها صعوبه شويه. والاغلبيه العظمى الجيل اللي موجود دلوقتي كان يغلبته من الساعه 9 الا ربع الصبح. يجي 9 يمشي 9 الا ربع عشان يلحق الفطار مع المدام او هي تلحق الفطار مع المعلم اللي لسه راكب السرير. فالشغل بالنسبه لهم صعب جدا مش الكل الا من رحم ربنا. وتعبانين. هو تعبان وقرفان ليه؟ ما هو ما تاسسش من زمان على الشغل. فبالنسبه له حاجه كتيره ومقرفه. انما ابدا والله اقسم بالله لسه جاي من بره اهو بقول للمهندس محمد عز كان معايا المهندس محمود بقول له اقسم بالله اجمل يوم في حياتي اللي اطلع فيه امر بره على الادارات وعلى الفلاحين وعلى الجمعيات واشوف الناس بتشوفني ده بيبقى اسعد يوم في حياتي. حسيت ان انا في شغل مش عارف مصفاك امتى حول اسكت. لا ده مش شغل ولا زراعه. الشغل اقعد مع الناس واتقابل مع المزارعين واقول له تعمل كذا وخلي بالك من كذا واحفظ الدور وطلع له توش كذا وخلي بالك. ده الشغل بتاعنا كلنا. كذلك الحسابات دي طبعا تعتبر من العمود الاساسي في مديريه الزراعه عندنا هنا. مجموعه كلها كويسه، مجموعه كلها كبيره، مجموعه كلها محترمه. وندل الجامع ده يدل ان في احترام هنا موجود. احترام يولد كل حاجه. الام احترام وكل بني ادم له حقوق. الحسابات بتاعته كله والاحترام اساس واساس الحياه واساس ديننا. انما بعثت ما قالش لا موت ولا ود ولا دين ولا عقل. لأتمم مكارم الاخلاق. اديني اخلاق القرد اللي قدامك بتعامله باخلاق غصب عنه هيعمل كده. ما انت عمال يغلط فيك ويركبك كل شويه وانت زي بعض. طب والله بالحسنى والطيب. مش ضعف من البني ادم ان يتعامل مع الناس بالحسنى والادب والاحترام. مش ضعف والله ولا سلبيه. والله لا ضعف ولا سلبيه ولا قادر يمشي الناس. لا والله ده بالتليفون هتمشي الناس بالورقه والقلم هتمشي الناس ويبقوا ارانب كمان. ولكن احنا بنعامل بالادب. اللي قدامك ده ادمي زيه زيي. الكرسي ده في لحظه بروح هوب ويجي بتاع له 500,000 واحد تاني. طب ما تسيب ذكرى طيبه لوجه الله كده. لوجه الله عشان الاصيل يدعي لك والناكر الجميل لو قلت له سيدنا محمد فينا يا اخي وكيل يعني قلت لك اللي جاي. ما هو ليه بقى؟ ما هو ده عنده جوه هنا وحش زفت. انما لو صنفر دي وصنفره حلوه كده يا عم محمد
اللي عنده الراجل بتاع الصفاره، اللي عنده الصفاره ده اسمه ايه؟ حداد. صفاره كده، صفاره وصفاره. واتقى لا وحب اللي قدامه، اللي قدامه في القرد. انت مال اهلك، انت مال اهلك. هو في قرد النفس، انا فين منه بقى ايه؟ ايه الفرق بينه وبينه؟ بالمعامله، بالادب والاحترام. انا مش بدي مواعظ اقول لكم احسن مني في كل حاجه واخلاقكم عاليه، وانا دلوقتي كتب عليا وامري الى الله، اصبحت من الالويه وفوق امر الله. الله رسول بالعباد. احسن انا بعشرة 22 سنه. ما انا ما لسه ما عنديش افراد. انا دايما بضحك طبعا، والله دايما بضحك لزمايلي. انا ساعات اضحك بعد ظهر القلوبيه، انا كل ده اقسم بالله ضحك، لان انا بحب المرض مش مقفول، بحب اضحك مع الزمايل الكل. ما ينفعش انا قاعد في مكان مقفل ومنشي وماشي، ما فيش حاجه اسمها ماشي ورا والقلم ومنشي، ما ينفعش التنشيط. لازم تستقبل اللي جاي لك ده بكل ادب واحترام. بيبقى جاي لك بيرضى عليا، اقول له تحت امر اتفضل بتاع على دماغي، لو ليك حق على راسي ومالكش على راسي برضه. يعني بس اقول له بقى بعد ما يمشي لا حق انا اسف، اقول له اسف ليه؟ ولا كنت جاي مدافع على سيادتك، قلت له يا باشا انت لك حق عني، اي مواطن له حق عني، بس ان ثبت الحق لك فعلا هديهولك، ما ثبتش اقول لك متشكرين انا اسف. وزمايلي برضه ما زلت بقولها لزمايلي الموجودين ولسه موجودين، ان قلت لك مره خش شمال ما بينهم افتح باب العجل، تقول لي سلام عليكم ما اعرفكش يا باشا شكرا. طب طول ما هنقول لك يمين تقول لي حاضر ونعم وتشتغل معايا. يمين وفي الصح، شمال لا، مالش دعوه بيه. زمايلنا يكرموا، كله يكرم، وما عندناش حد قليل وحد كبير وحد حلو وحد وحش، ما عندناش الكلام ده. كل الموجودين افضل من بعض. لان اكرمكم عند الله ايه؟ لا معلق اصبعتنا ولا نسلمه عليه ولا لا، ولا معلق اي حاجه، ولكن بالادب والاحترام والتقوى مع ربنا لازم نراعي بعض. ونصيحه اخ صغير لاخواته الكبار المحترمين واحسن منه علما وادبا وبصير كل حاجه، انا اسف ما تخافش الشيطان تستحوذ عليك، احنا بشر ولا حاجه بتعكرنا ماشي، بس الشيطان يستحوذ عليك كتير. صعد عليك شويه ساعد بالها منه، تقول له تعالى يا اختي وانا اخوك تعالى، معلش ما تزعلش مني، حقك عليا والله غصب عني معلش. انا اللي بيروح يحاسب نفسه ده يا جماعه يكاد من قلبه صافي لبن، ده بيحاسب نفسه. ولو عندي حاجه مقطوعه بسرعه كده ما بخزنهاش هنا يبقى ده ابيض ما بيعينش. مكان فين؟ المنفذ اللي جوه ده المخزن ده مقفول والمفتاحين من بعض، هفتح وادخل من هنا بقى اول باول على طول اول باول. ولو انت سمعت من حد خد القلم ده قول له معلش انا معلش الصوت ضحك عليا كده وعلي صوته عليك ولا حاجه، حقك والله العظيم ثلاثه هتروح وهتروحي مرتاحه. حتى قبضنا في الليله ديت متنا ونيجي نتحاسب بامر الله مش هيبقى فيه من حد بضينا ونكفي الله يرحمه الله يرحمه، والله كان قلبها ابيض والله كان قلبها والله كان مش عارفين. الموضوع دلوقتي موضوع مهم طبعا، بنكرم ومهما نعمل مش هنوفي حقها علينا. اختنا المحترمه الكبيره الاخت نعيمه لها من الجميع كل احترام كل تقدير، وبنتمنى لها دايما الخير. وبقول لها قدام الجميع المديريه بتاع حضرتك ساعة أي وقت يعجب حضرتك تعالي تحت أمرك في أي حاجة أنت عايزاها. أول واحد يستقبلك تحت على الباب وبارد أبوي، أبيعرف إن أنت جاية أنزل استقبلك تحت وأسلم عليك وأقول لك تعالي اتفضلي تحت أمرك. أنت إيه اللي ليك هنا؟ جاي تسلمي علينا اتفضلي اقعدي معانا خد وقت وخدي معانا. ليك طلب تخلص شوية في البيت، ما تجيش تاخد ورقة من هنا، طلباتك تخلص أستاذ نجيب، كلام واضح. مكتب الفني مكتب الفني أمل الكلام واضح. طلباتك تخلص شويه في البيت، ده ورق تخلص شويه في البيت معززه مكرمه. اي زميل او اي زميله كده ده نهايه الخدمه، ما يجيش اقل قيمته بعد ما يطلع معاش، يبقى في قله الاصل هنا بنت لذينه، يبقى هنا الاصل ابن قليل الاصل او الاصل بنت قليله الاصل، من يفعل ذلك اللي يسعى يضرب دماغه في ادخل حيط ما كان معاه زول حروب. انا بقولها وعادل الاستاذ عادل بيسجل وهتبقى التسجيل ده موجود بعد الحياه. اللي اصله مع زميل طالع معاش وليه ورقه هنا يعطله او ليه مش عارف جواب مش عارف استاذ نجيب استاذ نجيب مش عارف، مفيش حاجه اسمها نجيب بالشيله ورجب بالشيله. الزميل ده يبقى في البيت موجود وورقه يخلص ويروح له البيت كمان ونزور ونشتري معلش معاه شيء في البيت، انا جاي ازورك وانت على مين؟ طلباتك ايه تاني؟ او طلباتك ايه تاني؟ ده اقل واجب عند الاصيل، وعند غير ذلك فهو غير ذلك.
سامعني وشايفني وعارف انا هقول ايه. ان هذا الكلام طلع من القلب مش مجرد حاجه، هو لجميع الزملاء زمايلي كلكم وزمايلي ليه. وانا طالع بيته وطالع بعده ولا بعده ولا بعده ولا بعده. خلاص سيب القيم الناس في صوره كبيره في البيت. وحاولنا مع زمايلته وزمايلنا حاولنا برضه بنحاول نراضي الناس، بنحاول ومستحيل كله هيبقى راضي، بس والله الذي لا اله غيره بنحاول نراضي الناس ونطيب خاطر الناس بقدر المستطاع. وبرضه بقولها في الحفله بتاع مدام نعيمه ان الاضافه والجبعه والعفاريت دي كلها ملك حمايه الاراضي فقط لله، ولكن برضه احنا بنكافئ سبيلنا على قد ما نقدر ومحدش فيه زعل. ما جيتش المره دي هتيجي المره الجايه، ما جيتش برجع هتيجي المره اللي بعدها، هتيجي المره اللي وراها. بنحاول نراضي والله بنحاول نراضي على قد ما نقدر، ولا زعلانين من حاجه ولا بنعادي حاجه ولا بخصمين حاجه ولا بنعيد لحد. الكل ارجوكم افهموا هذا الموضوع، افهموا كده. ضد حد ليه؟ ما انتوا زمايلنا برضه، ولا دلوقتي المدير تنجح احنا نقول كله كده مستحيل. ما انتوا اساس نجاحها، انتوا اساس، وانفشلت انتوا اساس برضه. طب ما ننجح والناس النفوس في المحافظات كلها الارجاء رقم واحد يبقى التوب. مين قدرت دلوقتي؟ النبيه اقسم بالله. وزمايلي مين؟ النبيه اقسم بالله برضه. هم زمايلي هنا، هم وعلى راسي كله، على راسي من فوق وعلى دماغي. فاي طلب لحضراتكم ما تاخرش عنكم في اي حاجه. بس انا قلت تاني يوم العيد الاجازه بتاع الماتش دي كل دقيقه الصلاه. فانا قاعد اجي بدري عن ميعادي وامشي بمواعيدي قبل العاديه اللي لسه طلب على راسي. مش جاي ما تجيش بكره، ما تجيش بعده، مش مشكله. اما الحاجات دي بتبقى كل باص حافظ راسي وصل كده تسع كده لسه. فانا جيت وباخد اجر من ربنا لوجه الله احييه، لوجه الله. انا قاعد بشرب قهوه وبشرب شاي فوق ومع ذلك انا راضي اسير الله واقول ان احنا عند ربنا ليه وليكم الكل بقدر المستطاع. فاتمنى لكم التوفيق واتمنى الاخت الكبيره المحترمه دوام التوفيق، واحنا في خدمه حضرتك مدى الحياه طول ما فيها روح. انا هكتفي بكلمتي دي وهطلب الكلمه لاي زميل او زميله عايز يتكلم نسمعه وعلى الدغم فيه. اي زميل عايز يتكلم اتفضل. عايز تتكلم اتفضل. عايز ربنا يوفقك يا نعيمة يا رب، ويجعلها أيام سعيدة عليك وعلى أولادك يا رب، ويدوم المحبة. ولو في أي حاجة أنا لا يا ريس ان شاء الله بامر الله هنخلص لها رصيد الاجازات بتاعها عشان ما نشوفش وشها تاني. ان شاء الله قبل ما يعني بعد ما تمشي بيوم عشان ما تجيش لنا تاني تقعد في البيت. نعم قول الوزير معايا حضرتك ولا جاهز. والحاج لا ده زي بتاع معالي الوزير كده، فيلم بتاع معالي الوزير. لا يا الرابع. لا يا ريس مش بالضر على دماغها واحنا قاعدين. والله يا ريس قايل قبل ما اطلع برضه قال لي إلا إن شاء الله. اجازاتك انا يعني الاستاذ نجيب اتفضل يا استاذ. الاستاذ نجيب هيتكلم كلمه لو سمحت نسمعها. اتفضل يا عليكم احنا بنكرم النهارده ما فيش كلمه بتتقال بصراحه بعد كلمه رجب. لا يا باشا لا. احنا بنكرم النهارده اختي وحضرتك خليني والاب والدي الاستاذه نعيمه ست ام كريم. ايوه اوعى تتكلم. القلب الطيب كل حاجه حلوه فيها. تزعل لكن في ثانيه بتبقى خلاص ما فيش حاجه. الله يخليك. احنا بنقول لها ربنا يكرمك وانت بصراحه شرفتينا ونورتينا وكنت مثال اخت وجدعانه كلها وربنا يكرمك يا رب. كده احنا اخوات اللي ليه رغبه بالكلام اتفضل. مدام فاتن بقى. مدام فاتن. دي انا وهي عليكم السلام. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد وعيد ميلاد نعيمة، وكان كنا نتمنى أن تبقي معنا على طول وهكذا الحياة تجمع وتفرق وتجمع، بس أن تشترك على خير وعلى حب وتقدير واحترام، وأنت إنسانة محترمة وإنسانة جادة في عملك، وفيك شيء عصبية بس لصالح العمل، وده كله فوق راسنا، ده كله فوق راسنا. الحمد بس لله. أنت إنسانة طيبة جوهر طيب، وربنا يديك الصحة والعافية ويبارك لك في عيالك ويبارك في صحتك
نحن في انتظار زيارات دايما على طول فوق راسنا من فوق، ونشوف الانسانه جديره بالاحترام والتقدير وكل شيء حلو فيك يا نعم. شكرا السلام لك عليكم. على الشيء. كان كلام معلش ان النهارده اليوم اللي هيجيبك تيجي فيه براحتك، وانا بشوف البيت براحتك مش مشكله، وانا هيكون برضه براحتك. انا قايل لك الكلام ده من كام يوم حصل، قلت لك براحتك مفيش دعوه بالحدود، مفيش دعوه باللي انا بقوله الزول الحدود وصلت براحتك. الله يستر. قايل لك الكلام ده من قبل والله قبل كده بقى. كل يوم بتقول قلت براحتك مفيش دعوه بينا، تعالي وقت ما تيجي تمشي مفيش دعوه باي حاجه من دي. انت على طول. لا لا والله من يوم انت ما حضرتك ما جيت وانت بصراحه انا بقول يعني في الحمد بعض لله. الزملاء هنا في بتاع دي اسمائهم عندهم بعض الظروف الداخليه ما ينفعش المذاكره قدام اي حد. انا بيني وبينهم وبين ربنا بقول لهم براحتك او براحتك، مالكوش دعوه باللي بقوله لبيت الناس. براحتكم شوفوا ظروفكم في البيت وانا تحت امركم. رن على بس بالتليفون يا رجب انا مش جاي النهارده او مش جاي النهارده، مالكوش دعوه باي حاجه. عشان يبقى في متابعه محافظه من اي حته انا ارد بقى على التليفون. لا دي حقيقه دي حقيقه. يا بصراحه يا جماعه والله يعني كلكم انا بشكركم كلكم، وانتوا اخواتي وابنكم كلكم فوق دماغي، ومحدش يزعل مني في اي حاجه. انا بزعق كله لصالح العمل لاني بجيب حقكم كده، والريس يشكر فوق دماغي لان الريس من يوم ما جه انا بقول الحق كان يسقط فيا ويرجع تاني يبقى ايه الحمد لله، لان ده كله مصالح العمل وكان بيخلي باله مني وعشان برضه خاطر ابني وبيتي والحمد لله. يعني انا ما كنتش بخبي عليه حاجه حتى في بيتي، يعني يشكر وجميله فوق دماغي وجمالكم كلكم انتوا اخواتي، انتوا عارفين ان انا بحبكم قد ايه. لو ما كنتوش بتحبوني ما كنتوش عملتوا لي ايه؟ الله يرضى عليك. لان انا عارفه حبكم ليه. كل اللي هنا بنجمعهم، مفيش واحد يتمشي ولا راح ولا جه لان لو ما كنتوش بتحبوني عمري ما كان ايه. ايوه كده بلديات هنسمع بس برضه اختنا الفاضله واستاذتنا في عالم الماهيات الاستاذه نعيمه، فعلا حسيت فراغ كبير قوي يعني من الاصوات الجميله اللي كانت بتعملها في الحضور الرابع. توحشنا. بعدين في حاجه شكرين يا دكتور. لا ما تقلقش فسؤال يا فندم، عايزين الخلف بتاعها. الخلف هيبقى بعد شكل الملاك بعد شكل الملاك كل حاجه كده. بعدين الرئيس مسميها الشخصيات المجتهده فعلا، وكانت فعلا بمجهود فردي بعد خروج الاستاذ نور رئيس قسم الماهيات سابقا، فعلا عانت كتير في احتواء قسم الماهيات، وبذلت مجهود في تنظيم الاعمال، وفعلا كان في تنسيق بينها وبين المراجعه في الحسابات. عموما الجناح الاداري فوق كان شيء ممتاز جدا بالتنسيق مع بعضهم وانجاز اعمال المديريه، وفعلا كان بيجتهدوا، المرتبات كانت بتنزل في مواعيدها بالرغم من الخلافات او الاختلافات وجهات النظر. فاحنا بنحييكي وبنحيي الزملاء كلهم، ونتمنى ليكي حياه سعيده ان شاء الله، وكلنا اخواتك في اي وقت. عايز كلمه ولا حد عاوز كلمه ولا حاجه من جماعه الورق اتفضل. محمد انت ابنها قول يا ابراهيم. لا ما قال انا قلت اللي نفسي فيه. قول بقى. ما انا قلت اقول الصراحة يعني مش هنلاقي أحسن منك وربنا يوفقك يا رب، وإحنا إخواتك الصغيرين أو أولادك اللي تقولوا لنا في أي حاجة إحنا تحت أمرك، والمديرية كلها تحت أمرك. مش هقدر أقول أكتر من اللي قال المهندس رجب فيكي، وأنت أبو الذوق كله وأخو الأخلاق كله، وربنا يوفقك إن شاء الله. ما الاقي الناس زي كل سنة وانت طيبة يا رئيسة، كل سنة وانت طيبة يا رئيس، كل سنة وانتم طيبين جميعا. عيد الأضحى، عيد 30 يوليو، كل سنة وانت طيبة يا أستاذة نعيمة. عمري ما جيت بتاعة الله، كنت حاجة كويسة لينا، بس صوتك عالي شوية
بس كانت حاجه كويسه ان كنا معروفين حتى بتوع المناطق عشان مستمعين. اسيب بصمه كل سنه لازم وانت اسيب طيبه. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. لازم اسيب بصمه ليا. حد عايز يقول حاجه برضه؟ لا ما انا تمام، لا تمام انا تمام. لا مش تمام. قادر لازم انا عارفه حد الزملاء عايز يقول حاجه قبل ما نرفع كل سنه الجلسه؟ وانتم طيبين. لو سمحت يا عم ايمن ووسع بقى الحاجه اللي بتاعتي بعد. تشكروا يا جماعه وكلكم عمري ما تسووا ابدا طول ما انا عارفه. كل سنه وانت طيب. دي يا مان تضربيها انا بحسب عليك وتقولي حد قال لك قولي ايه هابي باب الله يسترك. هي انت اللي جايبه يا حبيبتي نعيمة ايه رايكم؟ ابص في فيلم الليمبي بيقول بوس يا ابني بوس لا عليها ايه رايكم؟ حطوهم بقى جنبنا كل ده حب كل ده حب طبعا الله يسترك. كل ده حب ناس وده الزمانه بقى وده الحاجه الحلوه بامانه متشكرين قوي يا جماعه ويرضوا كده في الافراح يا رب. زمان يا جميل سنة حلوة يا جميل صلح ده عزبة فصل مش هلاقي حد يعمل لي الكلام ايه رأيك؟ ها؟ عشان تبقى عشرة. نعيمه ما تفرقش واقفه عند جميل او اي جميل لا كانت واقفه عند ممكن نعملها للي هيتنقل من اداره لاداره كمان. اللي يتنقل من اداره لاداره نعمل له برضه حفله. هيدفع هنعمل كده هيدفع ما هندفعه ونعمل له حفله. هتدفعوا مين محمد حمود؟ على مين؟ على مين؟ على مين يا ابراهيم؟ لا بيضحك وعايز يضحك وخلاص يعني حفله هو عايز يضحك اه طبعا لو نسيت بقى معاك